القسم الاول، وكانت هي لو كان هو الانتصار اللي اعلن بشكل كبير جدا انه المولوديه قادم للقسم الاول. تبعوا هذه محاوله اتحاد طنجة، هذه فرصه خطيره، جول لفائدة فريق اتحاد طنجة. يستغل الوقت اكيد اللحظات الاخيره من الجوله الاولى ليوقع الهدف بطريقه كانت مباغته على دفاع المولوديه الوجديه. تابعوا الاستلال بالطريقه الجيده من عبد الغالي معاوي، وبدر الكشري القناص يقتنص الكره بالطريقه الجيده في الوقت المناسب ويمنح الهدف الاول لفائده فريق اتحاد طنجة. بدر الكشري اذا يمنح الهدف الاول في هذه المواجهه. كما اشرت الجوله الاولى كانت متوسطه في الاداء، لكن اللحظات الاخيره المعطيات من جانب فريق الاتحاد وياتي الهدف تاتي في ظل مجموعه من النزالات القويه اللي جمعت الفريقين معا. نذكر بانه النتيجه ديال الهدف دون مقابل لفريق اتحاد طنجة، النتيجه المسجله الى حدود اللحظه، ف يعني سجلت في 4 ديال المواجهات. هذه فرصه جول حمودان فريق المولوديه الوجديه في الجوله الثانيه سوى دقيقه ليسجل الهدف في شباكه ويمنح بذلك الهدف الثاني لفريق اتحاد طنجة، الهدف الذي يقربه من الفوز باطوار هذه المباراه، باعتبار انه الهدف الثاني اكيد غيكون هدف مهم لفريق اتحاد طنجة. هدف مباغت حمودان في الوقت والمكان المناسب وفي الدقيقة المناسبة، الدقيقة الأولى من الجولة الثانية. منح الفرحة لأنصار فريق المولودية الوجدية. مقطوعة بدر الكشري، إذا عبد الصمد إمعيش، هذه محاولة، فرصة خطيرة 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 خطيرة، جول وأوساسونا الإسباني. لكن فريق اتحاد طنجة قدم الشكوى ضد هذا اللاعب وعادل صفوفه، وفي أول مقابلة يتمكن من تسجيل هدف ثالث لفائدة فريق اتحاد طنجة. أكيد نتيجة قاسية على فريق المولودية. بالطريقة دائما كنتابعوا أخطاء بالجملة في التغطية الدفاعية من دفاع فريق الوجدية. أقول بأنه الأخطاء الدفاعية لفريق المولودية الوجدية هي من جعلت فريق اتحاد